السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي واخواتي، وحشتوني جدا. طبعا بعد مباراة الاهلي والترجي التونسي بيطلع اعلام الزمالك كله بيقعد يستهزأ بنادي الترجي التونسي بعد الخسارة من الاهلي ب3-0 على ارضه في رادس في تونس يعني. فتطلع في واحدة مشجعة ترجوية تونسية تطلع ترد عليهم كلهم. طلعت قالت الكلام اللي هو المفروض كل واحد زملكاوي يكون فاهمه. بس انا مش هقول الفيديو، هخليك تتفرج عليه بعينك انت بنفسك يعني. انا بس كل اللي انا هقدر اقوله لك قبل ما ابتدي الفيديو، ما تنساش تجهز المشروب بتاعك وتريح ظهرك شويه عشان خاطر تسمع الكلام بتاعها كويس وتركز فيه. وقبل ما ابتدي الفيديو ما تنساش انك انت تصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. واقدر اقول لك دلوقتي بسم الله الرحمن الرحيم. والله بالصدفة عرضني فيديو تاع واحد زملكاوية يحكي على التراجي، يحكي بالعيب. من ضمن اللي قالوا التراجي كما يقولوا هما بالمصري مهزأ إفريقيا. كيفاش خسر البارح مع الأهلي؟ صحيح خسرنا، عادي، الكرة مكسب وخسارة كما يقولوا، أما على الأقل نحن في أسوأ حالاتنا ما انسحبناش ولعبنا. صحيح عندنا مدرب فاشل، مدرب سمسار، جوارات ماهيش في مستوى الترجي الرياضي التونسي، انتدابات فاشلة، العيوب الكل نعرفوها. اما نحنا سامحني ما انسحبناش كيما عملتوا انتم، انسحبتوا من السوبر الافريقي ضد الاهلي خوف من الاهلي، اوكي، وتسببتوا كوا ازمات ماليه وكالريق البارد اللي تعملوا فيه هذاك. اما انت توصل تتطاول على اسيادك كما نقولوا، عيب، عيب على الاخر، عيب على الاخر، عيب عيب عيب. ونعاودها، الكوره فيها مكسب وخساره، مكسب وخساره. اللي انت تتمقعر على الترجي وتقول الترجي كيفاش غول افريقيا وكل الحكايات هذوكم، وفي الاخر تختمها وتقول الترجي مهزأ افريقيا، مهزأ افريقيا. لاباس لاباس باش سمعت تهز في القفة للأهلي ولا شنو حكايتك؟ نعاودها لك، نحن راهو ما انسحبناش، مش كيفكم انتم انسحبتوا من كاس السوبر. من كاس السوبر خايفين من الفضيحة لا تربحكم الأهلي في الإمارات في كاس السوبر. أما عيب يا أسامة فارس ولا شو اسمك، عيب اللي تحكي فيه. والتراجي راي صحيح الأسد يمرض وما يموتش، والغول يمرض وما يموتش، ولنا عودة راهو في القريب العاجل. ما تفرحش برشا كان مشيت تلهيت في همك وتلهيتوا في الزمالك وتلهيتوا فاش ينقصكم وفاش يزيدكم، خير من لاهين بينا نحنا. والله نقعد ونتفكر، والله يطلع كلام سليم شيبوب صحيح كي قال وجعلنا من هزيمة التراجي حدثا وطنيا، العالم يحكي عليه من تونس للافريق ونحن ماشيين. يا خويا تقعد الترجي دولة، والترجي غول افريقيا رغم الداء والاعداء. ونعاود نذكرك يا اسامة فارس، نحن رانا ما هربناش وما انسحبناش كما عملتوا نتوما، هربتوا وانسحبتوا من السوبر الافريقي، اوكي. والترجي دولة يا اسامة فارس يلي انت مهزأ افريقيا، اوكي. والسلام عليكم. طبعا لما هي تطلع تقول كلمتين زي دول لكل مشجعين نادي الزمالك، هي قصدها الواحد بس الواحد ده تقريبا بيتكلم عن كل الزملكاويه. نادي الترجي عمره ما كان نادي مهزأ او مهزأ افريقيا زي ما اللي هي قالت على اسمه ان هو قالوا. بس اللي انا هقدر انا اقوله ان نادي الترجي بيفوت بازمه صعبه في تاريخه، يعني ما حصلتش في تاريخ نادي الترجي ان هو بيمر بالظروف دي، زي ما نادي الزمالك برضو نفس الكلام. فعيب انك انت تطلع تقول كلمتين زي دول. طب ما انت نادي الترجي ده طلع على حسابك انت في دور المجموعات، هو وشباب بوليسداد، ولا نسيت؟ فعيب ان احنا نطلع احنا كمصريين ان احنا نطلع نقلل من اي نادي تاني. والاصعب انك انت بتقلل من النادي التاني ده اللي هو صعد على حسابك انت وصعد اول مجموعته شباب بوليسداد كان تاني المجموعه وانت خرجت منها.
طلع تقلل من الترجي اللي هو طلع على حسابك. طب ازاي؟ ودلوقتي جاي تقول عليه ان هو نادي ضعيف ولا فريق ضعيف؟ طيب ازاي فريق ضعيف وطلع على حسابك انت؟ عيب. ارتقوا بفكركم شويه، ومش الترجي اللي هنطلع نقول عليه كلام زي ده. الترجي من سنتين خد يعني كسب الزمالك في دور المجموعات رايح جاي رايح جاي لا وبالعكس كمان خرج الزمالك. ف مش لاقي كلام تاني اقوله بعد الكلام اللي هي قالته. انا مش لاقي ان انا كلام ان انا اقوله، وهي فعلا في كل كلمه هي عندها حق. اه احنا طبعا اهلاوي وزملكاوي كلنا اخوات طول عمرنا، بس انك انت تطلع تقلل من نادي تاني وهو والاصعب انك انت بتقلل من نادي التاني ده اللي هو صعد على حسابك انت، وصعد اول مجموعته شباب بلوزداد كان كان تاني المجموعه وانت خرجت منها. طلع تقلل من الترجي اللي هو طلع على حسابك. طب ازاي؟ ودلوقتي جاي تقول عليه ان هو نادي ضعيف ولا فريق ضعيف؟ طيب ازاي فريق ضعيف وطلع على حسابك انت؟ عيب. ارتقوا بفكركم شويه، ومش الترجي اللي هنطلع نقول عليه كلام زي ده. الترجي من سنتين خد يعني كسب الزمالك في دور المجموعات رايح جاي لا وبالعكس كمان خرج الزمالك. ف مش لاقي كلام تاني اقوله بعد الكلام اللي هي قالته. انا مش لاقي ان انا كلام ان انا اقوله، وهي فعلا في كل كلمه هي عندها حق. اه احنا طبعا اهلاوي وزملكاوي كلنا اخوات طول عمرنا، بس ما ينفعش ان احنا نقلل من نادي تاني لمجرد ان هو خسر قدام الاهلي. مش كل ما الاهلي هيكسب مباراه هتقعد تقلل من المباراه او هتقلل من البطوله او هتقلل من النادي اللي كان بيلاعب النادي الاهلي. طب انت ليه ما قللتش من البيراميدز اللي المفروض ما تزعلش مني في الكلمه زحلقتك وخدت مكانك في كاس السوبر، وانتوا كان نفسكم ان كنتوا تلعبوا البطوله دي، بس الكرامه بتاعتكم نقحتكم عشان كهربا. هي الحجه كهربا، الحجه كانت كهربا، بس الحقيقه ان اداره نادي الزمالك كانت خايفه من كارثه كانت ممكن تحصل للفريق في المباراه دي. معايا؟ هو ده مجمل اللي انا هقوله. فعيب، يا ريت نرتقي بعقلنا شويه ونعرف ان مش الكوره اللي هتخلينا ان احنا نقعد نتريق على بعض. مش الكوره. احنا ممكن نبقى متعصبين شويه، وممكن ان احنا نحفل على بعض بس مش ما ينفعش ان احنا نقلل من نادي تاني لمجرد ان هو خسر من النادي الاهلي. هو ده اخر كلامي. فطبعا وصلنا طبعا لنهايه الفيديو. طبعا لو عجبك الفيديو ما تنساش انك انت تقول لي رايك في الكومنتات، ولو انت بتتابعني من عن طريق اليوتيوب ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد بتاعي. وريت انك انت ما تنساش تدعمني بلايك، ولو انت بتتابعني من عن طريق الفيسبوك ما تنساش تعمل فولو او متابعه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الجديد بتاعي. وريت انك انت ما تنساش تعمل شير للفيديو عشان خاطر الفيديو يوصل لاكبر عدد من الجماهير المصريه. ودلوقتي اقدر اقول لك سلام.